حاحاد عبد الرزاق المدعو مرزاق من مواليد القصبة العام 28 900 وألف، شب على مبادئ العزة والشرف. فلم يكن يقبل الإهانة من أي كان، ولم يكن يقبل أبدا أن يطعن أحد رجولته. اعتبر الانخراط في العمل المسلح من سمات الرجولة الحقة، فلا كبرياء لرجل يفرط في شرف وطنه المغتصب. لا يختلف في فكره الثائر عن أبناء القصبة الأشداء أمثال أنس قيلوني وعلي لابوانت ومحمد أودلحة، وعلى تلك المبادئ التي لا تتجزأ ترعرع في أزقة القصبة الضيقة التي يفوح منها عبق الثورة والمقاومة. حاحاد مرزاق كان صغير شوية عجان، خوه كان يلعب في المولودية، يلعب مليح فوتبال. خوه والناس اللي كان عنده ديغريساج حاحات معروفين، ستين فامي معروفة. وشنو هو سجيع هذا يا حاحات هذا؟ جا قالوا ما كان وعلاش غير انا اللي ما جاتش على بابا ركريتاوه، قالوا لي ما لا ركريتي تولي جيتور. سبل نفسه للجزائر دونما تفكير في مصيره، فالفدائي الكفء لا يؤمن إلا بالنصر أو الشهادة، وانخرط دونما قيد أو شرط في الأفواج الفدائية التي حملت على عاتقها إيقاد جدوى معركة الجزائر في قلب العاصمة. ورغم صعوبة المهام التي يتكفل بها الفدائيون عادة في شوارع المعمرين، إلا أن حاحاد مرزاق كان واحدا من خيرة المسبلين الذين أرعبوا قوات المستعمر، وبدأ نجمه في السطوع مع تلك العملية شبه المستحيلة التي أوكلها له قادة الجبهة.